السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ الحقيقة وحشتوني جدا جدا جدا، مش عارفة اقول لكم قد ايه، بس انا الحقيقة كنت تعبانة والله. بقالي فترة كبيرة قوي تعبانة، حوالي اسبوعين. علشان كده ما كنت بطلع على اليوتيوب ولا اسجل ولا بعمل لايفات ولا اي حاجة، اني فعلا فعلا والله كنت تعبانة قوي. كمان كان عندي عيني الشمال دي كان طالع فيها خراج جامد وكان مورمها. كنتش عارفة اعمل اي حاجة ولا اطلع اصور، مش قادرة اقف قدام الاضاءة، مش عارفة اعمل حاجة. وكانت حالتي الحمد لله. طبعا بشكر كل المتابعين حبايبي اللي نوروني وسألوا عليا، وكان كل يوم يسألوا عليا ويشوفوني انا ما بصورش ليه وما بطلعش ليه. الحقيقة والله انا فعلا كنت تعبانة حبايبي. انا عارفة ان انتوا كنتوا زعلانين عشاني جدا، فكان لازم اعمل النهارده فيديو علشان انتوا وحشتوني، ده اولا. ثانيا علشان طبعا اقول لكم ان انا بخير وان انا اهو هصور. وناس حبايبي من باكستان بعتولي على الصفحه عايزين صينيه البطاطس في الفرن. بيقولوا احنا بنحب الاكل المصري جدا وخصوصا صينيه البطاطس، فعايزينك تعمليها قدامنا عشان نتعلمها. طبعا حبايبي انا ما اقدرش اتاخر عليكم في حاجه، انتوا حبايب قلبي. فهعمل لكم صينيه البطاطس بطريقه سهله جدا وبسيطه جدا، وانا محضراها. اعذروني بقى ما عملتش قدامكم التحضير لان انا فعلا تعبانه مش قادره اقف. فهعملها علشان خاطر تشوفوها وتجربوها، وطبعا تبعتولي في التعليقات تقولوا لي ايه اخبار الصينيه، عملتوها وايه طلعت حلوه ولا ايه. تعالوا معايا بقى نقول لكم ايه هنعمل ايه. دول تقريبا كده كيلو ونص بطاطس، انا خرطتها خرط زي كده اهو. بصوا خرط، قشرتها وقطعتها خرط كده. انا مش عارفه صراحه انتوا بتسموه ايه عندكم في بلدكم يعني باكستان انا مش عارفه هم بيسموه بطاطس ولا بطاطا، فهي احنا عندنا بطاطس، فلو عندكم بطاطا فماشي تمام يعني مش خير. فدول تقريبا كيلو ونص بطاطس متقشره ومتخرطه وايه ومغسوله جدا ومتصفيه تمام. هنا بقى ايه، كان عندي لحمه بالشوربه، انا كان بايت عندي لحمه فخليتها اعمل لكم بيها ايه صينيه البطاطس عشان خاطر يعني اعملها باللحمه. هي عاده عندنا احنا بنعملها بالفراخ، بس انا بحبها باللحمه جدا. فانا ايه هوريكم بقى. هنبتدي نحط اللحمه اهو على صينيه البطاطس تمام. كده انت حطيت اللحمه، بتضيف بقى الايه البصل. ده بصل عليه ملح وعليه فلفل اسود، مش عارفه عندكم الفلفل الاسود اسمه ايه، فانتوا بقى براحتكم يعني. انا بقول لكم اللي عندنا احنا، شوفوا انتوا عندكم ايه واعملوه تمام. ودي دي طماطم معصوره، او هنقول قوطه معصوره او بندوره معصوره، مش عارفه انتوا بتسموها ايه ببلدكم. فهي ديت اهي 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 تمام، معصوره ومتصفيه، وبتحطها فوق البصل واللحمه والطماطم والبطاطس تمام. وبعدين حته زبده كبيره على الوش كده اهي. وبعدين بتضيف الشوربه حسب ما الرغبه بقى زي ما انت شايف يعني. بص كده، طبعا الكلام ده مش للستات لان الستات عندنا اساتذه بطاطس، الكلام ده للناس حبايبي اللي طلبوا مني اعمل لهم صينيه البطاطس اهو. في بقى اسهل من كده؟ شايفين الاكل المصري بتاعنا جميل ازاي وسهل وبيتعمل بسرعه تمام كده. طبعا احنا عندنا بقى ستات البيوت لازم تدوق الطعم، لازم احنا بنحب ندوق الطعم.
نروح بقى رشه ملح ظريفه كده على الوش، ورشه فلفل اسود. انا مش عارفه انتوا بتسموه ايه ببلدكم، احنا هنا عندنا فلفل اسود، يعني لازم رشه الفلفل الاسود دي بتديها طعم وريحه تحفه. وكده صينيه البطاطس بتاعتنا جهزت اهو. عايزه بقى هتتحط على النار، هنحطها على النار لحد ما تغلي، وبعدين بنحطها في الفرن. طبعا احنا بقى حاطين لها هنا الشوربه والطماطم، لازم بقى ايه تاخد وتدي معاها بشكل ودي. اي حد عاوز يسالني على اي حاجه مش عارفها في الاكل، طبعا ده للرجاله، الستات طبعا لهاليب وشطوره خالص. اما الرجاله بقى ايه بتبقى عايزه تتعلم، للي قاعد لوحده، الجو حر جدا، للي قاعد لوحده، للي متغرب، يعني طبعا احنا في اخواننا في كل بلاد الدنيا بيشوفونا، فانا عارفه ان طبعا الاكل بيبقى صعب عليكم جدا يعني، وبتبقوا مش عارفين تعملوا ايه. فانا هحاول ان انا اقدم لكم اكلات خفيفه وبسيطه وسريعه، تتعمل بسرعه، ما تاخدش منك وقت، تقدر تنفذها بكل سهوله، وتبقى طعمه طبعا وحلوه وسهله. فانا من هنا ورايحه هحاول كل فتره كده اقدم لكم حاجات في الاكل سهله وبسيطه، تتعمل بسرعه، ما تاخدش منك وقت، تاكلها بسرعه وتطلع حلوه. انا ما اقدرش اتاخر عنكم، انتوا حبايب قلبي. بس من فضلكم بقى في حاجه واحده بس اللي انا يعني بتكلم فيها دايما وبقولها لمتابعيني على الصفحه في الفيس وعلى القناه في اليوتيوب. بعد اذنكم بلاش اسئله شخصيه، لان انا يعني الحقيقه يعني طبعا كل واحد عنده اسراره الشخصيه اللي ما يقدرش يقولها لحد، وخصوصياته، يعني دي حاجات خصوصيه ما ببقاش قادره يعني اتكلم فيها. فمن فضلكم انا شرحت كل حاجه عن نفسي في المعلومات اللي انا كتبتها على الصفحه على الفيس، وقلت لكم يعني حياتي ايه ودنيتي ايه وكده. يعني ما تحرجونيش، انا مش بحب ازعل حد طبعا حبايبي، فارجوكم ما تحرجونيش ان انا اقول لحد ممنوع الاسئله الشخصيه. طبعا ما تزعلوش مني، انتوا اخواتي وحبايبي واصحابي وجمهوري وحبايبي ومتابعيني، فارجوكم بعد اذنكم بلاش اسئله شخصيه. حاجه تانية، البطاطس بتتاكل جنبها رز يا بتوع باكستان. اعملوه بقى براحتكم بطريقتكم، انتوا كل بلد ليها طريقه، احنا بنعمله هنا رز بالشعريه او رز ابيض او رز واحده وواحده، فانتوا ايه اتصرفوا بطريقتكم. انا عارفه انتوا بتعملوها رز بطريقه مختلفه شويه، فبالهنا والشفا اعملوها دي. هتحطوها على النار تغلي شويه، وبعد كده هتسووها في الفرن عادي وبألف هنا وشفا. واشوفكم على خير يا روحي، وكل سنه وانتم طيبين، وباي باي.